سوف نتعرف في هذا المثال على كيفية رسم الخطوط والأشكال. فنختار الشكل الذي نريد رسمه من شريط الأدوات، فنختار لاين، ثم نضغط بالمؤشر داخل الصفحة ونسحب المؤشر مع استمرار الضغط على مفتاح الماوس الأيسر، ثم نضغط مرة أخرى في الموضع الذي نريده فيتم رسم الخط. وباستخدام الأداة Select Objects سوف يمكننا اختيار الأشكال وإزاحة هذه الأشكال، وكذلك عمل التعديلات على الأشكال. فنضغط بالمؤشر على أحد طرفي الخط ونغير القياس Scale أو نغير موضع نهاية الخط. وبنفس الطريقة يمكننا تكوين الأسهم، فنختار الأداة Arrow ونضغط بالمؤشر مع السحب لرسم السهم، وبالضغط على مفتاح Rectangle والضغط مع السحب داخل الصفحة سوف يتم رسم الشكل المستطيل. وبالضغط على مفتاح Shift أثناء استخدام الأداة سوف يتم رسم شكلا مربعا، وبالضغط على مفتاح Oval والضغط بالمؤشر مع السحب داخل الصفحة سوف يتم رسم الشكل البيضاوي. وبالضغط على مفتاح Shift أثناء استخدام هذه الأداة سوف يتم رسم دائرة. ولإجراء أي تعديل على أي من هذه الأشكال لا بد من اختيارها أولا، فنضغط بالمؤشر باستخدام الأداة Select Objects على العنصر الذي نريد اختياره. وإذا أردنا اختيار أكثر من عنصر في نفس الوقت نضغط على مفتاح Shift من لوحة المفاتيح أثناء الضغط على العناصر لاختيارها، فنختار الدائرة والمربعات، ثم نضغط على الرمز Fill Color ونختار اللون الأصفر، ومن Line Color نختار اللون الأزرق، ثم نضغط على الرمز Line Style ونختار أحد هذه النماذج، ونضغط على Dash Style ونختار أي من هذه النماذج. والآن نختار السهم ونضغط على الرمز Arrow Style، ثم نختار الشكل الذي نريده ونقوم بتغيير اللون ونموذج الخط Line Style المستخدم في الرسم.